يعرف الإنسان أن الله جل وعلا بارك له في عمره. من أعظم الدلائل على أن الله يبارك لأحد في عمره أن يشغله الله جل وعلا بطاعته. ومن أسوأ الأمور أن يشتغل الإنسان بغير الله عن الله. ومجالس القيل والقال وكثرة الأحاديث عن الناس وشغل الإنسان اليوم بكثير مما تبثه الشاشات أو المنتديات شغل كثيرا حتى من الأخيار عن طاعة الله بحجج واهية، ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لكنه لو في آخر نهاره عند بيتوتته وهو يسلم نفسه للرقاد، لو حاسب نفسه أين قضى أكثر وقته، من خلالها سيعلم